مرحبا يا أصدقائي، أنا آية، واليوم جئتكم بقصة فيها سحر ودرس ومرآة ليست ككل المرايا. هل أنتم مستعدون؟ هيا نبدأ. عنوان قصتنا هو الأميرة ياسمين ومرآة الحقيقة. في واحة خضراء جميلة كان هناك قصر كبير تعيش فيه أميرة تدعى ياسمين. كانت ياسمين جميلة وذكية والجميع يحبها، وفي عيد ميلادها 16 قدمت لها الملكة الأم هدية غريبة، مرآة صغيرة مزينة بالذهب والأحجار الكريمة، وقالت لها: هذه ليست مرآة عادية يا ياسمين، إنها مرآة الحقيقة، لا تعكس شكلك بل تعكس ما في قلبك. وفي الليل عندما كانت وحدها في غرفتها نظرت إلى المرآة، لكنها لم تر وجهها بل رأت مشاعرها، وقررت أن تتغير للأفضل. وكان في القصر وزير يدعى حسون يحب السيطرة على الناس، فسمع بأمر المرآة وأراد أن يسرقها ليكشف أسرار الناس ويتحكم بهم. اكتشفت ياسمين خطته، فخبأت المرآة داخل كيس وهربت من القصر دون أن يعرف أحد. كانت ترتدي ثياباً بسيطة، وفي طريقها التقت بفتاة فقيرة تدعى ليلى، كانت تبيع الخبز وتساعد الجميع بابتسامة. أعجبت ياسمين بها كثيراً وبقيت معها لأيام، وتعلمت منها أن الجمال الحقيقي لا يرى بالعين بل يصنع بالعمل الصالح والقلب الطيب. بعد تلك الرحلة عادت الأميرة ياسمين إلى القصر، لكن قلبها كان مختلفاً. لم تعد تخجل من المرآة، بل وضعتها في وسط القصر وقالت للناس: هذه المرآة لن نستخدمها للحكم على الناس، بل لمساعدتهم على رؤية أنفسهم والتغير للأفضل. وهكذا أصبحت ياسمين أميرة حقيقية، لا بجمالها فقط بل بقلبها النقي وأفعالها الطيبة. المرآة الأهم هي مرآة القلب، فإن صلح قلبنا صلحت أفعالنا أيضاً. إلى اللقاء، نلتقي في قصة جديدة معي أنا آية.